عليكم. اليوم مسوي مقلب بخويي يعزني وعزه ما فيه اي اشكاليه. اسمه عبد الله الشمري، عاد ما حد يعرفه، لكن خويي يعزه ويعزني. مرسل له صوري على اساس اني بنت قبل اسبوع. مرسل له 3 صور وهددني، قال لما جيت الاستراحه او اني ما قابلتك راح اني انشر الصور هذه. ترقب الحين، ترقب. الو. هلا من معي؟ عبد الرحمن. هلا هيا هلا أمرني. شفيك؟ شفيك؟ عبد الرحمن. نعم. الله يخليك. ايش تبين؟ الله يخليك. ايش تبين؟ امسح الصور تكفى. طيب أنا قلت لك الموضوع، خلاص قلت لك الموضوع احنا خلصين منه. أنت شفيك؟ أنت خايفة منين؟ أنت ليش؟ أنت متعقدة من الأمور هذه، شفيك؟ مش معقدش، وأنت بنت الحين اسمعني يا عبد الرحمن، والله العظيم ايه؟ ان امي درت عني. وش ترك؟ قالت شفيك متغيرة الايام هذه. أنت شفيك الحين؟ انا ما قدرت وش اقولها، ما ادري وش اقولها. الله يخليك. الله يا اسمعيني. طيب اسمعيني انت، انا كلمتك الحين وخلاص. انت ايش خايفه؟ وش اللي خوفك؟ انا بقابلك بالاستراحه. وابشر واللي تبغاه ارسل لك. وش الله تسليني؟ يخليك. انا خلاص. ايش فيك تبكين انت؟ وش فيك؟ وش فيكي تبكين؟ ايش فيكي انت؟ ايش فيكي الحين؟ انا قلت لك امسح الصور اذا جيتيني الاستراحه. طيب جيت الاستراحه، انت خايفه مني يعني؟ بتجيب عليك ناس انا يعني يضربونك ولا يسوون فيك حاجات؟ اوكي. طيب ها؟ واذا وعدتك وحلفت لك بالمصحف اني راح اواجهك، اقسم بالله اني راح اقابلك يا عبد الرحمن. طيب اواجهك. لكن واذا ارجوك امسح الصور. ما امسح الصور، انا ما امسح الصور. انت ايش فيك خايفه؟ انا اصلا انت ما كيف؟ انت واثقه فيني يعني؟ ما توافق انت فيني؟ خلاص انا رجال احبك واموت فيكي وما فيها شيء. هذه حب وهذه غيره. انا اصلا لا تخليني اندم اني ارسلت لك الصور. وش هذا اني احبك. انت وش تندمين فيه؟ ما شايف يا ليل وش تندمين فيه انت؟ انت ايش فيك الحين؟ طيب وهو خلاص درينا. انا احبك وانت تحبيني، وانا رجال يعني مخطط على الزواج واتزوجك بعدين وحب ونعيش حياة سعيدة. هذه هي. طيب ان قابلتك في السوق، ايه؟ ان قابلتك في السوق والله يا عبد الرحمن اني ما اقدر اجي استراحة. لا تجيني الاستراحة. ايش فيك انت وش فيك يا الحين؟ عبد الرحمن انا اخاف انك تفترسني. ها؟ وشو؟ ما لا يروح التفكير هذا، لا يروح تفكيرك بعيد. انت ايش فيكي خايفة؟ ايش فيكي انت؟ ترى مثل معزة اختي، انت مثل معزة اختي، ما فيها شيء، ما فيها شيء. لا تروحين انت لذاك التفكير. طيب عبد الرحمن. الله يهديك بس. عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن ويجا. انتهت المرحلة الأولى، ننتقل إلى المرحلة الثانية. ترقبونا المقطع الثاني. هنا مرة ثانية نرجع. عبد الرحمن اسمك؟ ها؟ اسمك عبد الرحمن؟ الو، السلام عليكم. الو هلا بك. معنا عبد الله الشمري. من معي؟ من اخوي في اخت رافع عليه قضية ابتزاز. لو سمحت تجينا في مقر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت مين طيب؟ في وسط المنطقة الان موجودين. انت مين؟ البيت محاصر ايضا من قبل الاشخاص. بنت قدام. انت مين طيب؟ انت مين؟ من مين؟ معك الهيئة. انا الهيئة. ادري هيئة الشرطة مثلا. طيب هيئة من مين انت؟ طيب لو انت مين الحين؟ سمحت
تجينا ولا لا من الاخير؟ انت مين؟ لأن طيب راح تكلم، إذا قل لي انت أعطيتنا مين رخصة الحين؟ راح وش الموضوع هذا اللي نكلم تكلمت فيه الناس الحين؟ وش المختصين الموضوع؟ بهذه الامور وياتونك في مكانك ويخرجونك. يعني اذا كنت انت رجل رافض هذه الموضوع راح ندخله بالاجبار وناخذك من طيب وش الموضوع؟ وش الموضوع؟ وش السبب هذا؟ وش الكلام ذا؟ وطبعا وش صدر السبب اني قرار اجيك؟ حكمك بالابتزاز وش القرار اللي اصدر من بيتي؟ يعني وش القرارات اللي تصدرون من عندكم؟ تكلمت معها كلام كثير وارسلت لك صورتها وهي في مرحلة ضعف وانت في مرحلة قوة، لكن الفتاة الآن ندمت وتريد إرجاع كل شيء وتريد إرجاع شرفها، وهذه البنت تحمل عورتها مع أما الرجل يعني وش عورته؟ الناس تنسى عورته وش عورته؟ المشاكل اللي تأتي. طيب ثاني شيء أصدر قرار حكمك 30 جلدة. اسمعني طيب أنا بتكلم الحين. وش الأحقية إنك تكلمني بهالطريقة هذه؟ أنا رجال ما عندي السوالف هذه يا أخي، طبيعتي ما عندي. وش الموضوع ده؟ أنا أتكلم. خلني أكمل كلامي. خلني أكمل كلامي. كمل. وش 150,000 راح تكون يعني التعويض. طيب أنا وش سويت؟ أنا وش سويت الحين؟ وش سويت؟ ما انت جاي. أنا وش سويت؟ وما هي قايل ما هي جاي. أنا وش سويت؟ طيب أنا وش سويت الحين؟ أنا وش سويت؟ طيب ما انت بجاي للمقر أنا وش سويت؟ أنا وش سويت الحين؟ ما انت بجاي مقر الهيئة ولا لا؟ وش سويت أنا عشان أجيكم؟ أنا أجيكم ليش؟ وش سويت؟ تجي مقر الهيئة، الشخص اللي ما عليه أشياء يأتي واثقا كالأسد. أما أنت الآن كالأسد. طيب أنا ما عندي أي شيء. أنت قل لي السبب عشان أنا أجيك. أنت قل لي السبب. طيب أنا ما أسوي شيء. في المقر أم لا، لكي يكون يعني تصرفنا معك إجباري. أنا الحين بفهم السبب بعدين نكلم. أنت عطني الكلام اللي يعني اللي أفهمه. أنا أبي كلام أفهمه. أبي كلام أفهمه. ما قلت إني جاي أنا. ما قلت ما هي بجاي. تحويل إلى مقر مكان الو الو إرسال الو الو مقر مكان السابق. الو أرسلنا خلاص الرسالة أو أصدرنا. طيب وش الموضوع؟ وش السبب هذا؟ وش الكلام الناس أو البحث التحري ويأخذونك من البيت، والبيت مراقب كامل يعني ما يمكن انك تهرب. طيب انا وش سويت الحين؟ انت اربكتني. انت ادري في البيت. انت خوفتني الحين. وش سويت انا الحين؟ انا تدخل علي في البيت قدام الحاره وتسحبني وتقول انت الرجال يعني ابتزيت بنات، وانا الرجال ما كلمت ولا بنت ولا سويت شيء، وانت الحين تربكني وتسحبني للهيئه، وبعدين اذا جاني شيء انت تخوفني الحين وتقول خلاص احنا ما لقينا عليك شيء يا عبد الله. اخر كلام قبل ما ننفذ الان الامر. طيب وش الموضوع؟ حمد الرحمن. حمد الو انا عن ابو شكلك او يا ابو الوجه. اقسم بيت الله لمسك، والله لمسك يا كلب يا زق يا ذرق يا تبن يا حيوان يا ابو الوجه. ابو الوجه طقطق لي اسبوع كامل يا زق. الله ابو الوجه وينك انت؟ وين مكانك يا زق؟ رجال وينك؟ وين انت؟ وينك؟ طيب انت وينك الحين؟ وينك انت؟ وينك انت في البيت الحين؟ وينك يا زق؟ وينك عن ابو الوجه عليك؟ وينك يا قوات؟ وينك انت؟ وينك؟ طيب انت وينك؟ انت وينك الحين؟ تضحك. طيب وينك انت الحين؟ انت وين؟ ها؟ انت وينك طيب؟ يا الزق تضحك على امي. يا قبل شوي شايفك بالشارع يا زق طقطق علي يا ابن الكلب. اقسم بيت الله لا عن والده والدينك والله اكبر. زين اقسم بيت الله لا عن جدك والله العظيم اني طلعت من تحت الارض يا زق. حقد علي الشخص هذا وتم الامر علي انا. ليتني ما خرفنت. عز الله انتم ما شفتوا عبد الله هذا كذا ضخم وخدود اعوذ بالله، لكن حلاوه شوي يعني حنيه فيه. راح يطقني بس على خفيف.
تلقوني بمقبرة الشهداء على الباب يمين. مع السلامة.